عصر يوم السبت 3 يوليو سنة 1945 لما جه بلاغ لاسم بوليس السيدة زينب عن صوت طلق ناري جه من الدور التاني في عمارة قديمة في شارع قصر النيل. الصوت كان مع بداية الليل لكن محدش اهتم والناس نامت، وبعدها عملوا بلاغ لما شموا ريحة طالعة من الشقة. العمارة دي كان سكانها خليط من المصريين والأجانب، كان أهلها دايما متعودين يسمعوا صياح أو صوت مزيكا طالع من شقة المغنية اللي ساكنة فوق. لكن النهاردة الصوت كان مختلف، صوت طلقة واحدة كسرت هدوء الفجر. الشرطة وصلت في أقل من نص ساعة. شقة رقم 8، الباب مش مكسور ومفيش أي علامات للعنف. ساعتها سكان العمارة متجمعين وكانوا في ترقب بيعرفوا اللي جوه الشقة ومنين جاية الريحة الغريبة دي، خاصة انهم ملهمش اي علاقة بسكان الشقة ولا يعرفوا عنها حاجة، ناس داخلة وناس خارجة ولا يعرفوا هم مين. دخلوا على مصدر الريحة مباشرة وكانت طالعة من أوضة النوم الرئيسية للشقة، ولقوا ست في أواخر التلاتينات كده ممددة على سريرها بشكل طبيعي جدا، وكانت لابسة قميص نوم من الستان الأحمر. لكن لما قربوا أكتر لقوا في صدرها طلقة واحدة ومفيش أي آثار عنف داخل الأوضة. لكن كان من الواضح إن الوفاة مبدئيا كده كانت من أكتر من يوم، وده بسبب الريحة اللي كانت طالعة منها، خاصة إن التوقيت ده في شهر يوليو والجو كان حر جدا. الغريب بقى ان الشقة كانت مترتبة جدا ومفيش كسر ولا سرقة، لكن لما فتحوا باب الأوضة الجانبية لقوا درج مكسور وفاضي، شكله كان مقفول واتكسر بعنف، واللي كسره كان عارف هو بيدور على ايه بالظبط. وفي الصالون وعلى الترابيزة كان في كاسين خمرة فاضيين ولسه فيهم أثر سائل، واحد من الكاسين دول كان عليه روج. ابتدوا يدققوا في كل تفصيلة في الشقة، وفريق المعمل الجنائي بيرفع كل البصمات من على كل محتويات الشقة ومن على زجاجات الخمر والكاسات. وكان في شنطة ايد حريمي على كنبة الصالة، الايد بتاعتها كانت متقطعة وكل محتوياتها من ادوات تجميل وفرشة شعر مفروطة على الكنبة، وكمان بطاقة شخصية باسم امال عبد الجواد حسن. وايد الشنطة المقطوعة دي بتدل ان كان في نزاع عليها وبالتالي اتقطعت بالشكل ده. المعاينة خلصت وبدأت المباحث في جمع الخيوط. أول استجواب كان للبواب عم سعيد، وسألوه عن الست صاحبة الشقة، فرد وقال دي الست شمس المغنية، سهرات وحفلات في الشقة يا بيه، وأنا عبد المأمور كنت بوصل لهم الطلبات وبس. بعدها سألوا المحقق هي كانت عايشة لوحدها، رد وقال له هي كانت دايما تقول انها متجوزة لكن مفيش حد سكن معاها على طول، اللي كان بيجي يبات اوقات ويمشي واحد كان اسمه معتز بيه، راجل باشا كده وغني خمسيني ومعاه عربية فخمة قوي، ده كان اول واحد ظهر معاها. فالظابط سأله وفي حد غيره؟ رد وقال له بعد كام شهر كده جابت شاب صغير في اواخر العشرينات وقالت لي ده اخوها وهيجي يعيش معاها شوية، كان اسمه رزق بس باين عليه مش اخوها ولا حاجة، سهراته ومشاويره ومعاه كتير. بعدها المباحث بدأت تحقق في شغل امال عبد الجواد وشهرتها شمس، وكانت اول محطة هي الكباريه اللي كانت بتغني فيه في وسط البلد في شارع عماد الدين. الست صاحبة المكان ست سورية كده أنيقة استقبلتهم بالسيجارة في ايديها واسمها مدام روح. ولما سألوها عن شمس وايه علاقتها بيها وبالمكان هنا، ردت وقالت شمس كانت مغنية عندي زيها زي اي حد، لكن هي كانت بتصطاد الرجالة المتريشين وبتعرف تجذبهم ليها وتربطهم بحبال جمالها ودلعها، وانا اكتر من مرة حذرتها من اصحاب المناصب لكن هي بتحب الفلوس. ولما اتسألت تقصدي ايه باصحاب المناصب دي، فبان عليها كده الارتباك وغيرت كلامها وقالت اقصد اللي معاهم فلوس. فظابط المباحث قال لها قولي كل اللي تعرفيه عنها لان شمس اتقتلت. فكان رد فعلها غريب وما تأثرتش وقالت انا كنت خايفة عليها وحذرتها ما تلعبش بالنار. الظابط قال لها للمرة التانية هسألك تقصدي ايه بكلامك؟ ردت وقالت بص يا باشا، شمس كانت طماعة وتحركاتها كلها كانت مشبوهة وانا معرفش غير كده. فسألها الظابط تعرفي ايه عن رزق؟ ردت روح وقالت له رزق ده كان ملازمها وهي كانت بتتقرب له وكان معاه فلوس كتير وبيصرف عليها وكان بيحبها جدا، لكن في الفترة الأخيرة بقى على الحديدة، شمس خلته يفلس وبقى يجي يطلب منها فلوس ويعمل خناقات في الكباريه، وطردته أكتر من مرة بس هي اللي كانت بتخليني أرجعه تاني. وفي الفترة الأخيرة بقت تطلع مع ضباط إنجليز هي ورزق ومحدش كان يعرف بيروحوا فين. لكن الحقيقة هنا بقى ان رزق كان عنده حكاية اعمق بكتير قدرت المباحث تعرفها. رزق عبد الحليم كان شاب من حي شعبي، ابوه بياع خضار وكان بيحب جارته رجاء اللي كانت اجمل بنت في الحي كله، ولما تقدم لها اهلها رفضوه
وقالوا له انت على قدك، وجوزوها للمعلم حمودة صاحب الورشة، راجل كبير بس كسيب. ويوم الفرح رزق حضر لكن كان ملثم، ورش مية نار على وش العريس، وسرق شنطة من بيته فيها مبلغ كبير وهرب على القاهرة. وفي القاهرة لبس بدلة جديدة وصرف من الفلوس، وبدأ يدخل الكباريهات ويضحك على البنات. وفي يوم قابل شمس وادعى انه رجل اعمال كبير، وهي طبعا صدقته، فتحت له قلبها وبيتها، وعرف انها على علاقة بشخصيات كبيرة وبالانجليز، وشم ريحة الورق اللي ممكن يبتزها بيه. الشرطة رجعت للبواب تاني وسألوه معتز بيه ده تعرف اسمه بالكامل؟ فرد وقال لا، هي كانت بتقول معتز بس في مرة شفته في الجورنال في صورة مع ناس مهمين بس معرفش مين هم دول. وهنا بقى دخلت معلومة غير متوقعة ممكن توصلهم لخيط، وكان في احتمالات يكون رجل سياسي او ممثل مشهور، او حتى ممكن يكون صحفي. الموضوع بقى محير، والمباحث مش قادرة توصل لهوية الشخص الملقب بمعتز بيه. المباحث حاولت تجمع كل الأشخاص اللي ممكن يكونوا عارفين شكله، زي البواب وروح صاحبة الكباريه وبعض سكان العمارة، ورسام يجسد أوصافه في صورة تقريبية. وبالفعل تم رسم صورة تقريبية ليه، وتم توزيعها في بعض الأماكن المحيطة، وده لمحاولة فك رموز شخصية معتز اللي بالفعل ملوش أي أثر أو معلومات حقيقية عنه. بعد يومين جال الاسم راجل عجوز اسمه عبد الحميد السكري، باش كاتب على المعاش، عايش مع ابنه ومن سكان العمارة، وقال انه اتقابل معاه كذا مرة في الاسانسير، وكان لابس بدلة بشوات وبرفان فرنسي، واكتر من مرة سلمت عليه لكن ما كانش بيرد السلام، كان متكبر كده ودايما صامت. وقال انا شفت الراجل اللي بتدوروا عليه، كان في موكب مع حاشية جلالة الملك، وانا حافظ وشه، اسمه الحقيقي شكري منصور. المباحث بدأت تعمل تحريات عن شخصية شكري منصور، وبدأت تراجع صور كبار رجال الدولة، وعرضت الصور على عبد الحميد اللي أشار فورا على صورة شكري منصور، وكان بالفعل في منصب حساس من رجال الملك المقربين. شكري منصور باشا واحد من رجال الدولة، ليه مكانة كبيرة في البلاط الملكي، وبيتمتع بحصانة سياسية كاملة. الشرطة ما قدرتش تتحرك عليه بسهولة، لكن الموضوع كان أكبر من قدراتهم. اتجهوا للنيابة، والنيابة قالت لازم إذن خاص من وزارة الداخلية. وأثناء ده الشرطة قررت تروح بنفسها الفيلا الفخمة بتاعته اللي كانت في طريق الهرم، ومعاهم أمر استدعاء غير رسمي للاستيضاح فقط. الفيلا كانت زي القصور، فيها حديقة مليانة زهور وحرس شخصي على الباب الداخلي. استقبلتهم ست شيك بابتسامة خفيفة، هم عارفين إنها مرات شكري باشا نريمان هانم كاظم بنت وزير سابق، وسألتهم مين حضراتكم وعاوزين مين بالظبط. الظابط عرفها بنفسه وكان بلبس مدني، فكانت مستغربة جدا من الزيارة دي، وقالت لهم انتوا عارفين انتوا في بيت مين؟ ابتدى الظابط في الاول يشرح لها انها زيارة لمجرد الدردشة مع شكري باشا، وهنسأله عن شخصية معينة. فردت بتكبر شخصية اللي عاوزين تسأله عنها. الظابط قال لها يا هانم شكري باشا هو المعني بالأسئلة. قالت له انا مش هوصلكم بيه قبل ما اعرف عاوزين تسألوا عن مين. فالظباط ساعتها كانوا في حيرة يقولوا ولا لا، لكن هي صرخت فيهم وقالت لهم وقتكم انتهى. الظابط ما ترددش لحظة وقال عاوزين نسأله عن المغنية شمس وعلاقته بيها ايه. فردت عليه وقالت له انت اتجننت يا حضرة الظابط، الباشا ملوش علاقة بالاشكال دي، هي هتتبلى عليه وتقول انها تعرفه ولا ايه. سكت الظابط كده لثواني وقال لها شمس اتقتلت، وعرفنا ان شكري باشا كان بيتردد عليها وعلى الكباريه اللي كانت بتشتغل فيه. ردت بعصبية جامدة وقالت اكيد في غلط في الموضوع، دي اشكال مشبوهة، ولا انتوا عاوزين تقفلوا القضية وتلبسوها لاي حد؟ اعرف انت بتكلم مين يا حضرة الظابط وما تنساش نفسك. في اللحظة دي خرج شكري باشا من المكتب بتاعه وقال ايه الصوت العالي ده، وبص على الظباط وقال لهم انتوا مين وعاوزين ايه. ولما عرفوه بنفسهم وسبب وجودهم ملامحه على طول اتغيرت، وطلب منهم يدخلوا اوضة المكتب. لكن نريمان هانم رفعت صوتها وقالت مين شمس دي يا شكري وايه علاقتها بيك، وكمان بيقولوا اتقتلت. شكري جاهل كلامها واخدهم على اوضة المكتب وقفل عليهم، قال لهم ايوه حضراتكم عاوزين ايه؟ فقالوا له السبب، فرد وقال بابتسامة كلها عجرفة كده حضراتكم اكيد في غلط، انا رجل سياسي وما عنديش علاقة باي مطربة، يمكن في حد شبهي. الظابط قال له احنا بنتكلم عن امال عبد الجواد وشهرتها شمس.
ساكنة في قصر النيل، اتوجدت في شقتها مقتولة. فرد شكري وقال أول مرة أسمع عن الاسم ده. الضابط رد وقال له الطب الشرعي هيقول بعد ما نطابق بصمات حضرتك بالبصمات اللي في شقتها وبشهود العيان اللي شافوك بتتردد عليها في شقتها. رد شكري بعجرفة وقال يا حضرة الضابط كلامك ده لا قيمة له، حصنتي تحميني حتى من الأسئلة. وبالفعل اتقفل الحوار وطلب شكري من الحرس يمشيهم بره. لكن مصر وقتها كانت تحت الاحتلال البريطاني وكان في ضباط انجليز ليهم سلطة فوق سلطة الملك. لما وصلت المعلومة لضابط الاستخبارات البريطاني وكان عنده شكوك سابقة عن شكري منصور، تم إصدار أمر مباشر استدعاء رسمي للتحقيق مع شكري منصور تحت إشراف الحاكم العسكري البريطاني. شكري حصلت له صدمة لما جاله أمر الاستدعاء وحاول يتواصل مع حاشية الملك، لكن الرد كان صادم من الديوان الملكي وبلغوا ان الانجليز هم اللي بيديروا البلد دلوقتي، محدش هيحميك. لأول مرة شكري منصور يحس انه اتعرى. الملك سابه والحلفاء اللي كان بيشتغل ليهم بقوا عايزين يحاسبوه. التحقيقات اتوسعت وبدأت الشهادات تكشف أسرار أعمق، وتم مطابقة بصمات شكري على الكاس في بيت شمس وفي كل مكان في الشقة. فريق تاني من المحققين كان شغال في اتجاه تاني وبيكمل تحقيق مع الجيران. الجيران قالوا ان في بنت ريفية كانت بتشتغل عند شمس في تنظيف الشقة اسمها نبيلة وعندها 18 سنة من بلد في دلتا مصر. ست من الجيران قالت البنت ما كملتش شهرين ولقيناها بتلبس كده فساتين سهرة وشمس بتاخدها معاها الكباريه. واحدة تانية زودت وقالت وفي ليلة صحينا على صوت خناقة جامدة، ابو البنت جاي من البلد يزعق بيقول لشمس ترجع له بنته، وكانت بترفض وتقول له انها سابت البيت وما تعرفش عنها حاجة. الاب وقتها هددها لو البنت ما رجعتش هقتلك. وبعد شهور من الاختفاء لقوها في أوضة صغيرة على سطح عمارة في شبرا، كانت عايشة هناك بهوية مزورة والمكان مدفوع إيجاره باسم شمس. قالت أول ما شافت الضابط جايين ليه؟ خلصتوا عليها؟ ربنا ينتقم منها، دمرت لي حياتي. كانت عارفة إني بنت بسيطة من الريف، خدتني من أهلي، لبستني فساتين وخلتني أرقص وغني قدام الإنجليز، باعتني. سألها الضابط كنتي بتعملي إيه في الشقة معاهم؟ ردت وقالت كانت بتخليني اقعد معاهم نضحك ونشرب، لكن قبل ما يدخلوا كانت بتجهز لي ورقة فيها اسئلة. الضابط استغرب وسألها فيها ايه الورقة دي؟ ردت وهي بتبكي ايوه اسئلة عن شغلهم، عن تحركاتهم، عن اماكن وجودهم في القاهرة، وساعات كانت بتطلب مني اسجل لهم كلامهم. انا كنت خايفة ومغلوبة على امري، وكانت بتهددني انها ترجعني لابويا وهي عارفة ان ابويا بعد ما عصيته ومشيت في الحرام هيقتلني. وابتدت تبكي بهستيريا وقالت انا هفضحها حتى لو ميتة. شاورت على صندوق خشب جنب السرير جواه اسطوانات وقالت لهم هتلاقوا وهتفهموا كل حاجة من الاسطوانات دي. الضابط فتح الصندوق ولقى اكتر من اسطوانة وعليهم تواريخ واسماء كلهم لجنود وضباط انجليز، وكان ده دليل ادانة لشكري والشمس في نفس الوقت. ونرجع بقى تاني لشكري منصور اللي بمواجهته بالأدلة الجديدة، البصمات وكمان الطلقة اللي لقوها في جسم شمس كانت من مسدسه الشخصي. ابتدى شكري يفقد أعصابه. الصور والبصمات واسطوانات نبيلة واعترافات رزق كلهم كانوا دايرة بتضيق عليه. قال في التحقيق أنا كنت بعمل كل ده لصالح الملك، كنت بجمع معلومات عن الاحتلال، كل حاجة كنت بعملها بموافقة جهات عليا، لكن الاحتلال البريطاني كان وقتها بيبحث عن تحجيم نفوذ الملك، ومسك خيط زي ده كان ذهب بالنسبة لهم. وبنهاية التحقيق تم توجيه التهمة رسميا لشخصين، أولهم شكري منصور تهمة القتل العمد والتجسس لصالح جهة غير مصرح بيها، والتاني كان رزق بتهمة التستر والابتزاز. وبالنسبة لنبيلة تم وضعها تحت حماية الدولة وتم توفير سكن آمن ليها في دمنهور مع تغيير اسمها. أما شمس ففضلت صورتها عايشة في وسط البلد على جدار كباريه قديم تحتها مكتوب بخط باهت اللي غنت للمحتلين وسجلت نهايتهم.